في منطقة مؤخرة الجدول مع طنطا والتعدين والداخلية وأسوان والشرقية الفترة اللي جاية، وصورة تذكارية للجهاز الفني والإداري والطب بالكامل مع رئيس. إنما زال الصراع قائم في منطقة مؤخرة الجدول مع طنطا والتعدين والداخلية وأسوان والشرقية الفترة اللي جاية، وصورة تذكارية للجهاز الفني والإداري والطب بالكامل مع رئيس اتحاد الكرة المصري المهندس هاني أبو ريد، مهندس محمود طه رئيس مجلس إدارة، ممثل الشركة الراعية اللي كانت موجودة مع الدوري هذا الموسم دوري بورلاند في القمه اللي قلناها النهارده. تاني الهدافين بعد عبد الله السعيد بتاع تجوان، حسين سيد هناك الشمال الخطفه على مستوى فرقته ومستوى منتخب مصر. حسام عاشور واحد من اكثر اللعيبه اللي حصلت على بطولات في العشر مواسم الاخيره على المستوى الحالي والافريقي. وليد سليمان واحد من الهدافين في القائمه اللي قلناها النهارده. تاني الهدافين بعد عبد الله السعيد بمان تجوان، حسين سيد الشمال اللي خطفه اكثر مناسبه في جهته ومكانه واعتمد عليه في بعض فترات في الاعلام متالق خالد لطيف. كان فتحي مبروك والكابتن معتمد جمال حاضر الاستوديو التحليل الفني النهارده يكلمونا عن مباراه الاهلي وانبي بتعادل ايجاد 2 مع عمرو بركات ميدو جابر. معتمد مال في حاضر الاستوديو التحليل الفني النهارده يكلمونا عن مباراه الاهلي وانبي بتعادل ايجاد 2 عمرو بركات ميدو جابر. الصفقات اللي النهارده تاخد دوري في تاريخها وهيكتب ان هم حرموا على النادي الاهلي موسم 2016 2017. احمد عادل عبد المنعم اللي ليه حضور قوي في الحته الهجوميه وطلق فيه وجوده مع تشكيله الفريق، عنده نين في البطوله الافريقيه بيتقاسم كده مع منزك التهديف افريقيا في البطوله الحاليه دور ال 32. كريم فيد الورقه اللي بيثق فيها كتير كان حسام البدري. اجايي لاعب اللي ليه حضور قوي في الحته الهجوميه تالق فيه وجوده مع تشكيل الفريق، عنده جونين في البطوله الافريقيه اللي بيتقاسم كده مع من زكريا. الاهداف في اللقاءات اللي لعبها في المواجهات امام الوداد وامام زاكو تعادل، وعنده مواجهه مرتقبه. ادي مراتب تسليم الدوري رقم 39 لهم توفيق مع الكابتن حسام غالي كابتن النادي الاهلي في مشهد التتر الاخير والنهايه. كابتن النادي الاهلي في مشهد التتر الاخير والنهايه كابتن الاهلي مع رئيس اتحاد كوره ورئيس النادي وتسليم درع الدوري للابطال رقم 39 في مسابقه قويه في المواسم القادمه. ارد تحياتي من استاد بيت سبورت ملعب مباراه النهارده ونهايات اللقاء بالمشهد الاخير تسليم درع الدوري. مبروك لعيبه النادي الاهلي، نتمنى نهايه موفقه لكل الانديه الفرق اللي بتصارع من اجل البقاء ان شاء الله يكون للافضل واللي يستحق ان هو يتواجد في مسابقه قويه في المواسم القادمه. ارق تحياتي من استاد بيتروس بوت ملعب مباراه النهارده ونهايات اللقاء بالمشهد الاخير تسليم درع دوري مع المهندس هاني أبو ريد ومهندس محمود طاهر وكابتن الاهلي حسام غالي. اللي بتسلم بعد تحت ويطلق واحد ونادي جدا من النادي النصيب بعد تاريخ ويطلق واحد ونادي جدا من النادي المصري. انا نادي غربي في القاره وهديه وعاش واموت يا حبك بسنين يا أهلي أنت عندي بالحياة يا اضرب لي يا حبك بسنين